صباح الخير أعزائي متابعي مطبخ أكلاتي. اليوم حبيت أقدم لكم فطور صباحي سريع التحضير. المواد اللي أحتاجها هي عجين البورق والحليب والبيضة وجبن موزاريلا. أول خطوة اللي أسويها أدهن القالب بزيت الزيتون أو بالزبدة وأفرم العجين وأفرشها بالقالب. ثاني خطوة أسوي الخليط من جبنة الموزاريلا والحليب والبيضة وفلفل أسود وملح. أخلط هذا الخليط وأصبه على العجين الموجود بالقالب، وأخلي كمية مضافة من جبن موزاريلا أرشها على الوجه وأزينها بقليل من حبة السودا، وأدخلها بفرن مسخن مسبقا لمدة 10 دقائق أو حسب نوع الفرن مالتكم، تشوفوه يتحمر وطلعوه. هذا الشكل النهائي بعد ما طلعناه من الفرن، هيك شكله منفش مثل الكيكة ومحمر. وطبعا هذا هو يفيد للي ما يحب ياكل البيض، وبنفس الوقت حيستفاد من القيمة الغذائية للبيض.